عشان تفهم العقل الباطن بيعمل فيك ايه وبيأثر عليك ازاي، اجمع علماء النفس على ان معظم الاضطرابات النفسيه سببها حاجه اسمها الوسواس. وعشان كده امراض او اضطرابات نفسيه كتيره جدا اتسمت بالوسواس، اما الوسواس القهري، وسواس القلق، وسواس مش عارف ايه. فمعظم الاضطرابات اساسها حاجه اسمها الوسواس، والوسواس ده الفكره السلبيه في الحديث الداخلي اللي بيحصل جوه الانسان. الفكره السلبيه دي لما بتدخل جوه الانسان بيكون سببها ايه؟ احنا ناس كتير قوي متخيله انه وجود الشيطان في حياتنا هو علشان يخلينا نعمل الغلط، ان الواحد يرتكب ذنب. لكن اللي هم ما يعرفوهوش انه اهم مهام الشيطان في حياه اي انسان هو انه يحزنه، هو انه يدخله في حاله من عدم السعاده وعدم الاحساس بالمحيط بيه من نعم. والكلام ده بعد ما علماء النفس اكتشفوه في اخر 100 سنه، بدأوا يقولوا انه من اهم اسباب الامراض والاضطرابات النفسيه الوسواس اللي بيجي من حديث سلبي يحدث للانسان. طيب لو رجعنا 1400 سنه هنلاقي انه في كتاب ربنا الحديث الداخلي ده اسمه النجوى. النجوى هو الحديث الداخلي ما بين الانسان وما بين نفسه. ربنا بيقول انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. فمن اكتر مهام الشيطان بيقوم بيها، خلي بالك احنا مش لازم الشيطان يخلينا يغوينا ان احنا نعمل الغلط. واحده ست طيبه عندها اطفال، زوج راجل محترم، هو مش هيسعى ان هو يخليه يعمل الغلط، لكن يسعى الى انه يخليه حزين في حياته، يسعى الى انه يخليه مش شايف ان عياله الذريه صالحه او ان هو ربنا كرمه بذريه اصلا، وشايف بس انه ابنه ده طالع ما بيسمعش الكلام، مراته دي مش عارف ايه، فباصص بس على الحته السلبيه اللي في حياته ومش عارف يستمتع باي حاجه. وانا ليه بقول كده؟ لانه الكلام ده على فكره مهم جدا، لانه مفيش علاج نفسي في الكون بيتم او في الدنيا حاليا غير بهذا الاسلوب. فالانسان اذا عرف يسيطر او ياخد باله من الافكار اللي داخله على عقله، هو مش هيوصل للاضطراب النفسي ابدا. ومن الاضطرابات النفسيه الكتيره جدا والمنتشره هو الحزن المستمر، او الاحساس بعدم الارتياح، او الاحساس بان انا مش مبسوط، اما حياتي فيها ملل واما انا ناقصني حاجه. فتيجي تبصي على الانسان اللي عنده حاله الملل من حياته دي او عنده الحاله دي، تيجي تبصي تقعدي معاه وتشوفي انت من 10 سنين وصلت لايه بعد 10 سنين، او من 10 سنين كان ايه في امانيك وايه في احلامك وصلت له دلوقتي. هتلاقي ان في جزء كبير ربنا حققه له وهو غير مدركه، رايح في وسط ما الشيطان بيحاول يخليه ينسى انه في وسط حاجه كان بيتمناها من كتير. خلي بالك احنا ما عندناش سعاده في الدنيا، يعني السعاده في الدنيا وقتيه او لحظيه. تشتري العربيه اللي نفسك فيها فتبقى سعيد، تجيب المولود اللي نفسك فيه فتبقى سعيد، لكن هاتي حد كان نفسه في ذريه ولما ربنا رزقه فضل سعيد طول الوقت، مفيش. لكن احنا بنسمي انه الانسان يكون عايش برضا. من الممكن الانسان يكون عايش برضا. طيب المقدمه اللي انا قلتها دي كلها ليه؟ علشان اشرح انه اي شيء يصيب النفس سواء بالزعل او بالكآبه او بالحزن او اي اضطراب نفسي داخلي، هو سببه فكره تطرأ على العقل الباطن يصدقها العقل الباطن. انا اللي بصدقها وبدخلها عليا، فبقتنع بيها وتتحول الى انا نحس، انا عارف ان ربنا مش هيكرمني، او انا عارف ان انا في المستقبل حياتي مش هتبقى كويسه، انا عارف ان انا حظي وحش، انا عارف ان انا كذا ان انا كذا. وهنا لن يحدث لاي انسان على مهما كان مستواه الاجتماعي او المادي او مهما حقق من حاجات كان نفسه فيها، لا يمكن لانسان بهذه الهواجس وهذه الوساوس انه يعيش حياه راضي فيها او سعيد. يستحيل مهما قلت لي، لانه عملوا تحاليل نفسيه لكل الناس اللي وصلت لاعلى المناصب، لقوا ان ما وصلوش لقدر من السعاده بعد الطريق الطويل اللي مشيوا فيه اكتر من 20 و30 سنه، متخيل انه لما هيوصل هيكون سعيد. احنا من الامور اللي بتسبب للانسان الرضا تكرار حاجات ايجابيه على العقل الباطن. مفيش ايجابي اكتر من ذكر ربنا، وذكر ربنا بيسبب في العقل الباطن انك تكرار الامر زي ما احنا برضو قلنا بيخليك مش تعتقد، تتاكد ويبقى عندك يقين
من انه ربنا دلوقتي محقق لي كل الخير. وهقول لك على آية من آيات ربنا في كتابه تجيب الرضا. ربنا بيقول في كتابه فاصبر على ما يقولون. الآية بتقول فاصبر على ما يقولون، دي أول حاجة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والآية دي كفيلة تخلي أي حد في الدنيا راضي، لأنه الإنسان لو عرف إنه في الأربع مواضع اللي ربنا حطها له، قال لك لأنه ربنا اللي خالق العقل الباطن، ربنا هو اللي يعلم كل شيء وإحنا اللي بناخد من علمه حاجة بسيطة قد كده. حط لك آية قال لك اذكر ربنا وقول لعقلك الباطن، لأنه الذكر ده مش بيفيد ربنا، هو بيفيدك أنت، هو بيفيد عقلك الباطن، بإنك دايما بتقول لعقلك وعمال تقرر إن أنت مش لوحدك، في قوة هي اللي مسيطرة على حياتي وهي اللي ممكن تعطيني الرضا في أي وقت. علم النفس دلوقتي بينادي بانك تذكر دايما، تقول حاجات ايجابيه. في ايجابي اكتر من انك تتذكر انه ربنا موجود وفي ظهرك، في ايجابي اكتر من انك تتذكر انه ربنا اللي حاططني في الحاله دي فهو عايزني هنا، يبقى اذا ربنا قاصد لي الخير. لا يوجد ايجابي اكتر من كده، اللي النهارده العالم كله بيلجأ ليه الى انك تكون ايجابي، بتفكر بطريقه ايجابيه، واللي ملوش كبير بيشتري له كبير. انت عندك اكبر كبير. لما انت بتذكره انت دايما بتحس بانه محيط بيك، ودايما بتحس بانه ايده هي اللي بتتحكم في كل حاجه في حياتك، ودايما بتحس الى انه هو يقدر يحول حالي الى احسن حال في اي لحظه، فانا بين ايديه، فانا مش محتاج حد يعمل لي حاجه او محتاج شيء يجي في حياتي فيغيرها للاحسن. انا ربنا رايد لي الخير في الوقت اللي هو عايزه، اذا انا يا رب انا راضي. فدي بالنسبه لي ابسط خلطه تخلي اي انسان راضي من غير ما اي حاجه تتغير في حياته.